يوم 9 ديسمبر 2022 ماتش في ربع نهائي كأس العالم اتقلب فجأة لفوضى عارمة. تخيلوا الحكم طلع 19 كارت، رقم قياسي خلى الماتش يتسمى معركة لوسيل. بس الحكاية دي مش وليدة اللحظة، الأرجنتين وهولندا بينهم تاريخ طويل من المشاحنات. اتقابلوا كتير قبل كده، بس نهائي 78 بالذات ساب مرارة كبيرة عند الهولنديين. والمدرب الهولندي في 2022 كان هو لويس فان جال، نفس مدربهم في خسارة 2014. وقبل الماتش فإن جيل قرر يولعها أكتر بتصريحاته. قال إن ميسي هو نقطة ضعف الأرجنتين. الكلام ده طبعاً استفز الأرجنتينيين جداً. حكم الماتش كان ماثيو لاهوز، وده معروف بإيده السهلة على الكروت، وده يمكن زود التوتر أكتر. بعد 35 دقيقة كلها شد وجذب، ميسي بلمسة سحرية عمل أسيست عبقري لمولينا عشان يسجل. آخر 5 دقايق في الشوط الأول لوحدهم شافوا 4 كروت صفرة والأجواء كانت بتولع. لو كان في أي أمل إن الشوط التاني يهدى، فالأمل ده اتبخر. الماتش انفجر بمعنى الكلمة. بعد ما ميسي سجل ضربة الجزاء، جرى على طول على دكة هولندا واحتفل احتفال مخصوص لفانجال. الاحتفال ده كان بيرد على فانجال بسبب تاريخه السيء مع الأسطورة الأرجنتينية ريكالمي. فجال هنا عمل تغيير تكتيكي مهم، رمى كل خطته ولجأ للكرات الطويلة للعملاق فيجرست. والخطة دي نجحت على طول. فيجرست بعد 5 دقايق بس سجل براسه، ومن هنا بدأت المعركة بجد. وفي الدقيقة 88 الماتش خرج على السيطرة تماما، اتحول لفوضى. لياندرو باريديس بعد ما عمل فاول راح شايط الكورة بكل قوته على دكة هولندا، وهنا قامت الخناقة. وفي آخر ثانية من الوقت بدل الضايع اللي كان 10 دقايق، هولندا بتاخد فاول خطير جدا، وبدل ما يشوتوها مباشر اتلعبت خدعة عبقرية، باص أرضي لفيجورست اللي حط التعادل القاطف. الوقت الإضافي كان كله توتر، والأرجنتين ضيعت كورة في القائم، والماتش راح لضربات الترجيح. وهنا جه دور البطل التاني، الحارس ديبو مارتينيز، اللي عمل كل حاجة عشان يستفز لاعبي هولندا. ديبو مارتينيز صد أول ضربتين جزاء، وده إدى الأرجنتين أفضلية معنوية ونفسية كملوا بيها. الفوضى ما خلصتش حتى في ضربات الجزاء. دومفريس لاعب هولندا اضطرد وهو على الدكة. بس القصة لسه ما خلصتش. حتى بعد ضربة الجزاء الأخيرة المشاحنات كملت. ميسي راح يواجه فان خال، وبعدين شاف في فيجرست وقاله الجملة الشهيرة اللي كلنا عارفينها: